عليكم جميع الأخوة والأخوات. أخذنا الموضوع بفكاهة يعني اللي عم بيصير. لكن بصراحة يعني الوضع متأزم جدا. طبعا ليس بغريب علينا لأنه حكينا عن هذا الموضوع مطولا وعرفانين الأمور إلى أين ذاهبة. نحن ذاهبين إلى حرب أهلية لا محالة وحرب طائفية طاحنة جدا في سوريا، وراح تكون لها تبعات دولية كبيرة جدا وبداية تقسيم سوريا يعني، وهي المرحلة الثالثة. هذا كله راح نحطه على جنب. راح نتحدث في بعض الأمور السياسية الهامة للغاية، وخصوصا تصريح حكان فيدان. طبعا أنا اليوم ما كنت ناوي أفتح، اليوم ما كنت ناوي أفتح، بس بصراحة لأنه لساتني ماني مزبوط وعم باخذ دواء، وهذا الدواء بينعس كتير وكذا. لكن شفت الأحداث قلت خلينا نطلع حتى ولو شوي يعني مع الأخوة. طبعا سوريا راح ذاهبة البند السابع، ما ذاهبة للبند السابع، هذا كله حكينا عنه. بس بدي أقول لكم كلام هام للغاية جدا، وبتعرفوا يعني بدنا نتعلم شيء اللي هو البحث ما بين السطور، وهذا هام للغاية. كيف تقوم بصناعة خبر؟ طبعا هلا ما بدنا نحكي عن كيف تقوم بصناعة خبر، لأنه تحدثنا عن هذا الموضوع بشكل كبير جدا. لكن بدنا نتحدث الآن عن خفايا التصريحات. ماذا تعني تلك التصريحات؟ طبعا اللي أقرأ له التصريح الآن راح يفهم، خصوصا المتابعين العميقين اللي صار لهم فترة طويلة معي، راح يفهم مباشرة شو معنى الحكي هذا. راح يفهم مباشرة شو معنى هذا الحكي. تحياتي أخي عبود السادي. طبعا اليوم كان في تصريحات هامة جدا لهكان فيدان مع جريدة فاينانشال تايمز البريطانية، وكل القنوات العربية تقريبا نقلت الحديث، لكن ما نقلته بشكل حقيقي. الآن شفت الجزيرة قاموا بتعديل الخبر وحطوه. شو بيقول فيها هاكان فيدان؟ قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ستنضم إلى ميثاق الأمن الأوروبي ما بعد حلف شمال الأطلسي الناتو، مشددا على أن هجمات الإسرائيلية على سوريا تشكل استفزازا واضحا. مين قال لكم انه الاتحاد الاوروبي بده يتفشكل بعد كم سنه ولازم اعاده تجديده مره ثانيه، وبعد عام 2030 2033 وبده يتحول الى اتحاد جديد يضم فقط الدول القويه ويتشكل فيها جيش مختلف تماما، وانه الاتحاد الاوروبي سيستغني عن دول عديده ويتوجه الى الشكل القوميه قبل نشوء حرب قوميه داخل الاتحاد الاوروبي؟ هذا الكلام قديم ولا جديد اللي تحدثنا فيه؟ طبعا للقارئ للخبر رح يمرق عليه مرور الكرام، وما رح يعرف ما هو خفايا الخبر. إذن هنا هاكان فيدان وتركيا على اطلاع بالمخططات المستقبلية اللي رح تحصل بالعالم، على اطلاع على بعضها. طبعا بالنسبة لنا هذا قديم لأنه حكينا فيه قبل ووضحته بوضوح كتير، ونصحت الأخوة كمان اللي موجودين في أوروبا أنه أوروبا ذاهبة إلى منحى مختلف تماما عن الشكل اللي أنتم شايفينه، فحضروا حالكم. في كتير من الناس كانت متشككة بهذا الكلام، وطبعا هذا كان الكلام قبل سنة ونصف تقريبا، ورجعت عدته قبل فترة بطلب من الأخوة. يعني عندنا نحن اتحاد أوروبي جديد، وعندنا حلف ناتو جديد أيضا، وما أعتقد أنه حدا تحدث عن تفكيك حلف الناتو غيري أنا، وقبل سنتين أيضا، ووضحت الأمور الهامة للغاية، ورجعت عدت هذا الموضوع مرة أخرى. فتصريحها كان فيدان واضح جدا. شو بيقول؟ قال وزير الخارجية التركي كان فيدان أن تركيا ستنضم إلى ميثاق الأمن الأوروبي، يعني هناك ميثاق للأمن الأوروبي سيتشكل ما بعد حلف شمال الأطلسي الناتو. وتحدثت لكم أيضا أنه كيف سيكون شكله، وأنه حلف الناتو بالأساس راح يتفكك حلف الناتو، لأنه الحلف الآن بدأ يتغير.
تذكروا حلقة اللي حكيت لكم فيها عن المنظمات الدولية، عن عصبة الأمم المتحدة وبداية تشكلها بعد عام 2016، وتم تعطيل أغلب المنظمات الدولية اللي كانت موجودة آنذاك، وتحولت بعد الحرب العالمية الثانية المنظمات إلى هيئة الأمم المتحدة، وانبثقت عنها كل المنظمات الأخرى. الآن نحن نعيش في مرحلة ماذا؟ في مرحلة تعطيل جميع المنظمات الموجودة تقريبا. منظمة الأمم المتحدة معطلة، محكمة العدل الدولية معطلة، جميع الجمعيات التابعة للأمم المتحدة معطلة. طيب تتذكروا قبل كم يوم حكيت لكم بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بطرد الأمم المتحدة من أمريكا، وراح توقف $20 مليار اللي بتقدمها مساعدات للأمم المتحدة لإعادة هيكلية المنظمة من جديد. هاي الأخبار رح تشوفوها قريبا، هاي الأخبار رح تشوفوها أيضا قريبا، ورح يتداولها الصحافة الأمريكية، ويبلشوا الكونغرس الأمريكي بالحديث عنها وطرح نص مشروع طرح نص مشروع جديد لإنشاء منظمة جديدة وطرد منظمة الأمم المتحدة من نيويورك. طبعا أعضاء منظمة الأمم المتحدة لديهم امتيازات كبيرة ولديهم حصانات دبلوماسية أغلبيتهم من كل دول، وفي منها دول معادية للولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وأعضائها كلهم يتمتعون بحصانات، وهذا كان يضر الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، لأن هؤلاء الأعضاء يتنقلون بكل مطارات العالم ومعهم حصانات دبلوماسية لا يستطيع أحد الاقتراب منهم نهائيا. خلونا نرجع على تصريح هاكان فيدان. قال وزير الخارجية تركيا هاكان فيدان أن تركيا ستنضم إلى ميثاق الأمن القومي ما بعد حلف شمال الأطلسي الناتو، مشددا على أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا تشكل استفزازا واضحا. بس أنا ما بعرف شو له علاقة هاي بهاي، يلا بدنا نمشي معها. وأضاف فيدان مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن تركيا تريد أن تكون جزءا من أي بنية أمنية أوروبية جديدة إذا انهار حلف الناتو. وأردف قائلا أن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمثابة دعوة لنا للاستيقاظ كي نتحد ونصمم مركز ثقل خاص بنا. وحتى لو قرر ترامب البقاء في أوروبا فقد يفكر آخرون في تقليص مساهمة واشنطن في أمن أوروبا. طبعا هنا يظن هاكان فيدان بأنه حلف الناتو سينهار أو يتم إيقافه، وراح يصبح عداء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وهو يظن أنه بده يكون تركيا جزء من النظام الأمن الأوروبي الجديد اللي راح يصير من بدال حلف الناتو. وهذا كلام هراء للغاية. أوروبا ستقوم بالتكتل مرة أخرى وإعادة هيكليتها مرة ثانية، وإنشاء اتحاد أوروبي جديد بوزارة دفاع مشتركة ووزارة خارجية. واحفظوا هذا الكلام، بوزارة دفاع مشتركة ووزارة خارجية مشتركة أيضا. يعني الناطق راح يكون بأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي هو وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي. هذا التبديل اللي راح يصير، وعلى فكرة ما حدا تحدث عنه إطلاقا. هذا يعني راح يكون هناك وزارة أوروبية، وراح يكون في وزير خارجية للاتحاد الأوروبي ووزارة دفاع. يظن الأتراك بأنه راح يدخلوهم أيضا في هذا الحلف، وهذا شيء مستحيل. حتى الحلف هذا الأوروبي يكون دولة قوية أيضا وتتحد مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى الموجودة في العالم لإنشاء حلف جديد بدلا من حلف الناتو. فلذلك الأحلام التركية أحلام هراء وليس لها أي أساس من الصحة، لكن هم مدركين من خلال التصريح بأن حلف شمال الأطلسية سيتم تفكيكه، وأيضا سيتم تفكيك الاتحاد الأوروبي وتحويله إلى اتحاد جديد.
وأنا قلت لكم الدول اللي ممكن تكون في الاتحاد الأوروبي الجديد، لأنه بدهم يتخلصوا من كل الدول اللي ضعيفة وصاحبة الاقتصادات الضعيفة اللي ما تمكنت أنه تصعد باقتصاداتها مع الدعم الكبير اللي قدم له الاتحاد الأوروبي. وكان في دول عديدة تحت الاختبار في هذا الاتحاد. طبعا خلونا نرجع هون وأردف قائلا أن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمثابة دعوة لنا للاستيقاظ. يعني تصرفات الرئيس الأمريكي عم تزعج حكان فيدان وتزعج الدول الأوروبية، يعني هو بنظرته. فهاي يدعونا للاستيقاظ، يعني أنه لازم نحن نستيقظ ونتحد ونصمم مركز ثقل خاص بنا، هو يظن. وحتى لو قرر ترامب البقاء في أوروبا فقد يفكر آخرون في تقليص مساهمة واشنطن بأمن أوروبا. يعني شو رجع كمان بحديثه وشو بيقول لك؟ بيقول لك حتى لو قرر ترامب بقاء في أوروبا، لكن أوروبا راح تفكر أنه تقلص دور العسكري لواشنطن في حماية أمن أوروبا. يعني هو الفتح اللي عم بيحكي بهذا الكلام. طيب، هون بيحكي عن الهجمات الإسرائيلية. وفي سياق متصل دان وزير الخارجية التركي الهجمات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية وتحركات القوات الجديدة في جنوب البلاد، مؤكدا أنها تشكل استفزازا واضحا لدول المنطقة. وهنا يقصد فيها الدروز. يقول لك أنه تحركاتهم وتشكيلهم للمجالس العسكرية هي مستفزة للدول الجيران، يعني بده يتعامل معاه مثل ما يتعامل مع الكرد ومع غيره، لأنه هذا بيعتبره مستفز. هلا راح أربط لكم إياه بحديث آخر طبعا. وأكد فيدان أن إسرائيل ترى كل الدول العربية والإسلامية تهديدا، وذلك أمر خطير للغاية، لافتا إلى أن استراتيجية تل أبيب تتمثل في إبقاء جميع الدول ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن حدودها. وشدد الوزير التركي على أن أنقرة لم تعلم مسبقا بالهجوم الذي نفذته هيئة تحرير الشام على النظام السوري. جملة خطيرة للغاية. مين اللي طلع بعد إسقاط النظام بيوم وقبلها؟ وقلت لكم تركيا ما كانت عندها علم نهائيا، وتركيا حاولت تتوقف إسقاط البشار الأسد بأي طريقة. وقال لكم أنه اجتمعوا في قطر وأساسا كانوا يحاولوا يستدركوا الموضوع، لكن الأمور خرجت من يد تركيا. مين اللي قال لكم أنه إيران ستنتقم انتقام شديد من تركيا، وروسيا ستنتقم انتقام شديد من تركيا، لكن يحتاج إلى بعض الوقت وبعدين رح تتوضع الصورة. تفضلوا هلا. وشدد وزير التركي على أن أنقرة لم تعلم مسبقا بالهجوم الذي نفذته هيئة تحرير الشام على النظام السوري وأدى لسيطرتها على البلاد وهروب الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتابع فيدان أن خبرة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في تقديم الخدمات بإدلب أتاحت له رؤية أن الحياة لا تقتصر على الحرب فقط، ولذلك أعتقد أن الشرع لديه الآن فهم أفضل للمجتمع الذي يتعامل معه. حكي جرايد هذا. التعامل مع قسد. خلونا نسمع شو قال بالتعامل مع قسد. وبخصوص التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية قسد، قال فيدان أن تركيا تريد منح حكومة الشرع وقت للتعامل مع تلك القوات. ورط الشرع ورطة ما بعدها ورطة. وأضاف يجب أن تحل قوات سوريا الديمقراطية نفسها وتطرد مقاتليها غير السوريين من البلاد، أو تواجه خطر العمل العسكري التركي المتجدد. يعني بده دائما يكون في عمل عسكري تركي. طيب، وإشارة إلى أن نحو 2000 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية ينتمون لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا، ولا يمكن لنا السماح بهذا الأمر. طيب، وكشف الوزير، طبعا هنا صار يتحدث بالإرهاب في تركيا فقط، يعني اللهجة تغيرت وأنا راح أقول لكم ليش. وكشف الوزير التركي أن بلاده تدفع باتجاه خطة لتطوير تحالف إقليمي لمحاربة الجهاديين كبديل للمهمة التي تقودها واشنطن. هنا تحدي صريح لواشنطن بأنه هو عم بيحاول يقوم بإنشاء قوة إقليمية لمحاربة الجهاديين بدلا من واشنطن. طيب،
وتابع: إذا توصلنا إلى برنامج إقليمي خاص فيما بيننا لقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، حتى لو انسحبت واشنطن من سوريا، كما أن القوات التركية قد تسيطر على معسكرات وسجون تديرها قوات سوريا الديمقراطية. واردف قائلا: رهان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على تنظيم إرهابي ضد آخر لم تكن فكرة صائبة، وأنقرة تأمل أن يسحب ترامب القوات الأمريكية من سوريا. لحد الآن عم بيحلم بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا. مين شاف تصريحات الكونغرس الأمريكي اليوم؟ مين شاف تصريحات الكونغرس الأمريكي اليوم؟ مين شاف تصريحات الكونغرس الأمريكي اليوم اللي بكل وضوح اعتبر تركيا دولة معادية، وقال: يجب علينا العمل وبشكل سريع جدا للمعالجة أمر تركيا، وتركيا أصبحت دولة معادية للولايات المتحدة الأمريكية. تركيا أصبحت دولة معادية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا تصريح ضد التصريح هذا تماما. تصريح تبع الكونغرس الأمريكي طلع بعد تصريح كان فيدان، وبدأ الآن يعني بوضوح الهجوم ما بين الطرفين، ما بين أمريكا من ناحية دقيقة بس، راجعين ناشرين الخريطة هاي. خارطة الفك السفلي الأيمن على امتداد الحدود مع العراق والأردن من محافظات الشرقية والشمالية الشرقية مرورا بالتنف وصولا إلى محافظات الجنوب السويداء ودرعا والقنيطرة على حدود دولة الكيان صعودا إلى جنوب لبنان. يبدو المشهد مغريا لولا وجود حوراني ومحيطها السني وامتدادها الجغرافي والتاريخي والديني. يحق لكيان صهيوني المنتج بما حقق مؤخرا أن يطمع باقتطاع أراضي جديدة عن طريق تحقيق نبوءة الفرات والنيل ووعد ترامب. طبعا حايطين فيها حمص وحماة ضمن الخريطة. كينا في حمص وحماة آنيبو. شو الشغلة اللي بنحكي عليها مباشرة بيحطوا عليها مباشرة كلام ويعدلوا الخريطة. هاي أول مرة بيحطوا حمص وحماة ضمن الخريطة صدفة. يا سبحان الله، سبحان الله. دقيقة نشوف. سبحان الله، كله عم بيصير صدفة. على كل، انقطاع الاتصالات بين مركز القيادة في دمشق ووحدات التابعة لها في الساحل التابعة للهيئة. انقطاع الاتصال بين مركز القيادة في دمشق والوحدات التابعة لها في الساحل التابعة للهيئة. الأمور تجري بسرعة، الأمور تجري بسرعة. على كل، بدي أذكركم بتصريح لأردوغان من قبل يومين. شو حكى فيه؟ قال لك: إذا حزب العمال الكردستاني ضحك علينا، إذا ضحك علينا حزب العمال الكردستاني بمسألة السلام وما سلام هاي، شو راح نسوي؟ شو حكى؟ شو حكى؟ شو بده يسوي؟ قال: راح نحرق الأخضر واليابس، نحرق الحجر وكل شيء، صح ولا لا؟ طيب هلا السؤال الذي يطرح نفسه الآن: لو كانت تركيا تستطيع أن تحرق الأخضر واليابس أو تحرق حزب العمال الكردستاني، كان انتظرت مبادرة السلام صار لها 40 سنة؟ كان انتظرت مبادرة سلام أكثر من 40 سنة؟ هذا كلام العاجزين مشان تعرفوا. وأنا قلت لكم كلما كانت التصريحات شديدة هذا يدل على شيء واحد، أنه العجز وصل إلى أبعد الحدود. العجز أبعد الحدود. في تصريح ثاني لأردوغان كمان قال، وواضح جدا، ونقلوه السوركيين لكن بالكمون والبهارات تبعهم والطبل والزمارة تبعتهم. شو قال؟ قال: تركيا لن تسمح بتقسيم جديد للمنطقة كما حدث قبل 100 عام.
شو معنات هذا الحديث؟ معناته المنطقة ذاهبة إلى التقسيم وهم مدركين هذا الموضوع. معناته المنطقة ذاهبة إلى التقسيم وهم مدركين هذا الموضوع. يعني الكلام اللي كان يقول لكم إياه صلاح الدين الكردي قبل سنتين طلع أكيد إنه في تقسيم وإعادة رسم الخرائط بالمنطقة ومدركة تركيا لهذا. طيب شو هو اللي بيدفع تركيا إذن لعملية السلام اللي حاصلة حاليا ومحاولة أعطاء حقوق للكرد وكل المسائل اللي عم بتصير حاليا على الساحة الكردية؟ خوف من إيش؟ الخوف من ماذا؟ الخوف من التقسيم. ورجع بتصريح تاني حكاها وحذر قسد بالذات. من مين؟ من شو حذرهم؟ من شو حذرهم؟ حذرهم بأي تعامل مع إسرائيل. حذرهم أنه أي تعامل مع إسرائيل هذا بالنسبة لتركيا خط أحمر. عرفتوا هلا لما كنت أحكي لكم قبل سنتين وأقول لكم اقترب الموعد وأنه تركيا في مصيبة كبرى ومصيبة كبيرة جدا. الصناديد انشقوا. لا، الصناديد ما انشقوا. الصناديد هذا ما انشقوا نهائيا، وهذا كلام كله كذب بكذب وما لهم علاقة. هذول جماعة اللي غرب الفرات خلف النهر. صناديد بعمرهم ما ينشقون. شمر بعمرها ما تنشق. انسوا هذا الكلام. مو صناديد، حكي إعلامي حقه فرنك وبيروج له اللي حقه فرنك بس كمان. هؤلاء جماعة السلوكيين اللي موجودين. برجع بذكركم بكلام أردوغان وهم للغاية. قال لك أنا أحذر قوات قسد من أي تعامل مع إسرائيل. وحكى لك جملة أيضا. طبعا هذول كل وحدة منهم كان في خطابها، بس أنا اللي لاممهم. أنا اللي لامم خلال الفترة اللي فاتت، لأنه هذول الناس ما بتنتبه إليه. يعني سمع الخطاب هون خلص نسي هذا بيروح على الخطاب الثاني. أنا بلم هذا كله مع بعض باكيت بسوي لكم إياه. ذكر أردوغان في خطاب، في 3-4 خطابات خلال الأيام اللي فاتت، واحدة منها نحذر قسد من التعامل مع إسرائيل. الباقي كله انساه. الباقي كل شيء حكاه بهذاك التصريح أنا شلته وحطيته بالزبالة. حكى أمر هام أنه تركيا لن تقبل بأي تقسيم كما حصل قبل 100 عام، تقسيم المنطقة واللي حصل ب100 عام. وذكر أيضا شو قلنا؟ يا عالم يا هو أخباركم إيه صحيح كلامك. وهذا الدليل إنك جاي وعم تصرخ في البث وكذا، ويا عالم يا هو لا تسمعوا. أنا أقدر الألم الشديد. أنا أقدر الألم الشديد بالنسبة للسوركيين، لأنه كلامي كله عم يطلع صح و100%، وكله ذاهب للتقسيم. كله ذاهب للتقسيم لا محالة. طبعا تركيا تدرك تماما، ومن خلال التصريحات اللي عم نشوفها سواء كانت من هاكان فيدان ولا كانت من أردوغان أيضا، بأن المنطقة ذاهبة للتقسيم وإعادة رسم الخرائط فيها لا محالة. فلذلك عم نشوف التهافت السريع جدا لحل المسألة الكردية بشكل سريع جدا، لأنه أكبر إسفين يدق في جسم الدولة التركية هم الكرد والحقوق الكردية. مو لأنه والله الآن أصبحوا الأتراك ديمقراطيين ولا الأتراك يعني عنبهم ضميرهم وبدهم يعيدوا يعني حقوق الكرد بعد 100 عام وكانوا مخطئين واكتشفوا أنه هم مخطئين. لا 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 لا, لا أبدا أبدا. وما اللعبة اللي عم بتصير من الناحية السياسية واللقاءات اللي عم بتصير الآن ومع أعضاء دم بارتي، كلياتها إلا محاولة إيش؟ محاولة اللعب على القضية الكردية والفلات من التقسيم القادم. بس بدي أقول لكم شغلة هون مشان ما تفهموا غلط. حركة التحرر الكردية وعلى رأسها بقيادة عبد الله أوجلان فهمان اللعبة تماما. كل اللي عم بتشوفوه الآن
والله تصريح من هنا وتصريح من هناك ولقاء من هنا ولقاء من هناك، وعندهم 100 وما بعرف قد لقاء خلال الشهر القادم اللي راح يجتمعوا فيه مع عدة أحزاب ومؤتمرات وكذا، هذا كله مضيعة للوقت. قائد عبد الله أوجلان عم بيلعب على الأتراك وبيضيع وقت فيه، وهذا اللي اكتشفته أنا من خلال كل اللقاءات اللي حصلت يعني، والتصريحات اللي عم تحصل حاليا، لدرجة انه القائد عبد الله أوجلان نفسه عم يلعب حتى على اعضاء دم بارتي، وموهمهم انه فعلا في عملية سلام وفي كذا والامور هاي كلها، وروحوا اجتمعوا وروحوا عملوا كذا وضيعوا وقت وروحوا على شرق الفرات وروحوا على كردستان وتعالوا اجوا كذا، لانه المسألة هي مسألة وقت لا اكثر. مسألة وقت لا اكثر، وانا ما ادرك تماما وعرفان شو عم بيعمل. وانا حللت لكم قبل يومين ثلاثة ولما قلت لكم القائد ما موجود لا بسجن ولا بطيخ، ولا هو عبارة عن وديعة، وواضعينه الغرب أيضا في مكان، واستقبلوا الوفد تبعهم ونزلوا لهم أكل وعايشين يعني، ليس كما تظنون سجن هو، لا أبدا. طبعا راح يجوا هذا الوفد أيضا على شرق الفرات حسب ما سمعنا المعلومات، وراح يطلبوا يعني، وحتى شفنا انه بعض البرلمانيين طلعوا امبارح وتحدثوا بحديث انه اساسا اللي موجودين في شرق الفرات يحملون نفس الفكر، فاذا وضعنا السلاح فالمفروض كمان هم يوضعوا السلاح وكذا، الكل ماشي بنفس التيار المرسوم تماما، وهو المطلوب. اذا كذبت الكذبة يجب عليك تصديقها قبل أن يصدقها خصمك، فإن ما صدقتها أنت خصمك ما راح يصدقها. فمشان تعرفوا مدى اللعبة اللي عم بتصير كلياتها بشكل واضح. شوفوا، حتى لو وضع حزب العمال الكردستاني سلاحه، طبعا هنا أنا ما بقول بده يوضع سلاحه، بس أنا لأفترض حتى لو وضع حزب العمال الكردستاني سلاحه، وحتى لو انحلت الأحزاب الكردية كلياتها الموجودة، وحتى لو حصل ما حصل التعويل على الشعب الكردي والمشروع ماشي لا محالة، عشان تكونوا عرفانين، لأنه راح يختلقوا شغلات تانية موجودة داخلها وتتقاتل العالم كلياتها في قلب تركيا، وراح يكون ثمنه دماء كتيرة، لحتى درجة أنه بده تتقسم بالنهاية راح تتقسم. اللي بيظن طبعا أصحاب العقول البسيطة بيظن أنه إذا وافقت باكاكي ورمت السلاح، إذا هنا وإذا ظرفية شرطية غير جازمة، هنا إذا كلمة ظرفية شرطية غير جازمة يعني غير ملزمة. إذا باكاكي وضع سلاحه ووافق على عملية سلام في داخل تركيا وانتهى الأمر، خلاص تركيا راح تبقى مثل ما هي وما راح تتقسم. أنا بقول للأتراك نفسهم أنتوا واهمين بهذا الشيء، أنتوا واهمين بهذا الشيء، لأنه التعويل مو على تعويل على حزب، هنا التعويل على الشعب الكردي كمكون أساسي وقديم جدا في هذه المنطقة، وقادرين أنه يخلقوا مئات الشغلات اللي ما بتنخطر على البال الآن لحتى يقسموها، حتى بعدم وجود أحزاب سياسية، لأنه التعويل ليس على حزب، هو تعويل على الشعب الكردي في المنطقة بشكل كامل. ولا بد من إنشاء كردستان الكبرى، لأنه مصالح الدول الغربية ومصالح الدول العالمية تتطلب ذلك. مصالح الدول العالمية تتطلب أن تركيا تتقسم. مين بيذكر لما حكينا لكم عن إيران وأنه الموضوع في إيران مختلف، وأنه إيران الدكتور سربست حكى من يومين أعداد جماعة مسلحة عند الكرد أسهل من إعداد وجبة غداء. ما بعرف، كل الحب والاحترام للدكتور سربست نبي، بس ما بعرف هذا مدى مصداقية هذا الكلام. على كل، نرجع
بنقول لكم قبل فترة حكينا عن إيران، وإنه إيران راح تغير من نفسها، وإيران هي أساسا حليفة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وإنه هي أحد الأدوات المشروع في المنطقة كلها. بتتذكروا هذا الكلام ولا ما بتتذكروا؟ طيب تشوفوا على الأخبار هلا الآن تداول هاي الفكرة عند الناس كلياتها، والمحللين الاستراتيجيين الخرنطعيين اللي بيطلعوا الآن كله عم بيحكي بهذا الطريقة، صح ولا لا؟ ولما قبل سنتين كنت أقول هذا الكلام كل الناس لا بده يضربوا إيران وبده يضربوا المفاعل النووي الإيراني وبيعملوا، كنت أجي أقول لكم يا جماعة وأجيب لكم قصص من التاريخ، خزر ومزر ويهود وهدول مسيطرين هون ومسيطرين هونيك. تتذكروا هذا الكلام اللي كنت أجيب لكم إياه لحتى أثبت لكم إنه كنت أعاني، لحتى أثبت لكم إنه هذا التفكير اللي عم تفكروه واللي هو تفكير مو بس الكرد، لا، تفكير كل شعوب المنطقة كانت تفكر بالطريقة هاي، وهذا التفكير كان غلط. فكنت أحاول بكل معاناة أني أنا أشرح لكم هذا الموضوع، وأبين لكم أنه إيران ليست عدوة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل. وسميتها إيران والأذرع تبعيتها القلم الذي يرسم فيها الخرائط في الشرق الأوسط. الآن السؤال الذي يطرح نفسه، لولا هؤلاء الأذرع الإيرانية الموجودة والحركات الإسلامية اللي دخلت وعلى رأسهم داعش، كانت غير شيء من الخريطة على الأرض؟ هل لولا وجود هؤلاء كلياتهم؟ إذن كل هؤلاء كل ما زادوا وكل ما كان الخطاب الطائفي عالي، اعلموا أنه معناته هناك تقسيمات ستحصل في المنطقة. هذول الأغبياء لا يدركون، هذول الطالعين سنة والجهاد والأمور والكذا والهي، لو أنه حقيقي فعلا خايفين على سوريا وكذا كان اتجهوا اتجاه آخر مختلف، مو اتجاه طائفي. كان اجوا أول شيء عمليات الانتقام اللي حصلت في الساحل، هاي عمليات ما بيقوم فيها إلا الجهال واللي هم أعداء بلدهم. لا، أنا أعتقل هؤلاء أضعهم في السجون، وبعدين لما تصير المحاكم يبلش محاكمتهم بشكل عادل على الجرائم اللي اقترفوها، وثم يتم الاقتصاص منهم. مو تمسكون الشبيحة بالشوارع وقاتل وقاتل، لأنه هلا هون انتوا عملتوا في ناس كتير يمكن ما كانت شبيحة قتلت بعضها، في ناس عندها مشاكل مادية مع بعض، في ناس عندها مشاكل مختلفة مع بعض، فكان القتل وما بيعطيك الحقية انك انت تقتل بهذا الامر. انا ما بدي اتحدث عن هذا الموضوع كثير، لاني ما بدي لا انصح حدا ولا لي شغل بحدا نهائيا بهذا الموضوع، هم ادرى بمصلحتهم. لكن انا بقول لكم اياه، انا لما كنت اشوف هاي المناظر على الارض السورية وما يحصل، كنت واثق تماما بانه سوريا ذاهبة إلى التقسيم. طبعا مسألة تقسيم سوريا أنا أتحدث منها قبل سنتين وثلاثة وأربعة من الأخوة يعرفوني القدماء، وأول من تحدث بهذا الموضوع وكان أمر غريب جدا، يعني كان موجود لسه النظام وقوته وروسيا تدعمه وإيران، وكنت أقول لكم سوريا ذاهبة للتقسيم لا محالة إلى أقل شيء ما بين الأربعة أو خمس أقاليم. وعلى أقل تقدير قلت لكم ممكن يكون كونفدرالية، ما حدا تحدث عن الكونفدرالية غيري. طبعا هلا بنسمع بالمنصات الثانية في كتير بيقول لك أنا أول من تحدث بإعادة رسم الخرائط، بس العالم ما غشم، العالم ما أغبياء، العالم تابع وتسجيلات موجودة والحديث موجود، وكل العالم بيعرف منين طلع كل هاي الشروحات اللي شرحناها. أرجع بقول لكم المشروع ماشي كما رسم له تماما، وانتم شايفين حاليا الرسمة اللي عم تحصل، وكلما زادت الطائفية زاد التقسيم لا محالة. وراح نتوجه بالفترة القادمة بالحديث أيضا عن المشاريع بالمرحلة الرابعة. طبعا أنا قبل 3 4 أيام كشفت لكم جزء من المرحلة الرابعة، هلا ليس بالضرورة أنه المرحلة الرابعة تكون عسكرية كمان، عشان تكونوا بكون واضح معاكم. المهم بأي طريقة من الطرق يجب إغلاق الحدود التركية، سواء كانت عن طريق حرب، سواء كانت عن طريق السلم، سواء كانت عن طريق
معارك وهمية، وهذا ما سيحصل. وسيتم إغلاق الحدود التركية من الطرف الآخر، لأن الأتراك ممنوع بقائهم في سوريا خلال المرحلة القادمة. طبعا بدي أرجع أقول لكم شغلة مهمة للغاية. من كان يتحدث لكم أنه في مضادات طيران جاية لقسد وأنواع وعم يتدربوا عليها ومضادات قوية جدا، وأنه أسلحة متطورة؟ طبعا اليوم صدرت تقارير عالمية تتحدث عن خسارة تركيا، اللي أنا حكيت لكم أيضا عليه. قلت لكم إذا تم إسقاط طيارات البيرقدار بهذه الطريقة تركيا ستخسر خسارة كبيرة جدا، وجميع الدول العالمية اللي عملت صفقات بالنسبة للحصول على طائرات بيرقدار بملايين الدولارات ستعيد النظر مرة أخرى في تلك العقود. اليوم صدرت تقارير من كتير جهات تتحدث عن خسارة تركيا للعقود وانتهاء أسطورة طيارات بيرقدار والطيارات المسيرة اللي كانوا يتحدثون عنها. فكل الدول الآن تعيد النظر بشرائها لطيارات بيرقدار. طبعا أنا قلت لكم منظومة الطيران التركية تم تحييدها بشكل كامل. سئلت سؤال مرة، قالوا لي إمتى الحظر الجوي؟ أنا قمت سألت سؤال للأخوة، كان كمان هذاك الشخص موجود. قلت لهم هل إنشاء حظر جوي أفضل أم أعطائنا مضاد طيران؟ في أخوة قالت لا حظر جوي، في في ناس قالت لا أعطانا منظومة طيران. طبعا أعطانا منظومة طيران، وإنشاء الحظر الجوي بإيدينا أفضل بكتير، أفضل بكتير من أن الدول العالمية تعمل لنا حظر جوي. ووصلنا إلى هاي النقطة. طبعا أنا بقول لكم شغلة، خلال الفترة القادمة سيتم الكشف عن أنواع وأسلحة ومضادات طيران جديدة. نعم، تمتلك قصد مضادات طيران عالية الدقة وأنظمة تشويش على الطائرات المسيرة، وأنظمة تشويش قوية جدا، وتم تسليم قصد شفراتها بشكل كامل، وراح تدخل بالعمل خلال الفترة القليلة القادمة. وما راح أحكي زيادة عن هذا المسألة بهذا الموضوع. طبعا حسب رؤيتي أنا، عم بحكي أنا هون وحسب تحليلي أنا ما عندي علاقات مع حدا، تعرفوا أنا ماني تابع لحزب ولا لحدا ولا نهائيا، لكن حسب رؤيتي الشخصية أنا أرى هذا سيتم خلال الفترة القادمة تفعيل تلك الأسلحة ويأتيها الضوء الأخضر بالنسبة لقصد، حسب المتحركات الدولية اللي عم بشوفها والصراع اللي عم بيحصل ما بين تركيا فرنسا، تركيا الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا إسرائيل. سيعطى قصد الضوء الأخضر باستعمال جميع أنواع الأسلحة الموجودة عندها، وخصوصا المضادات الطيران. وهذا الشيء الآخر، هناك أيضا أجيال جديدة، جيل أو جيلين جديدين من الطيارات المسيرة لقصد ما تم استعمالها، راح يتم كشف عنها خلال الفترة القادمة، وهي طيارات جدا متقدمة ولا تعتمد على تقنية الجي بي اس اللي جميع طيارات المسيرة في العالم تقريبا تعتمد على تلك الطيارات. فحاولت تركيا من خلال الفترة اللي فاتت وعن طريق أنظمة التشويش اللي موجودة عندها أنه تسيطر على طيارات البروسك البسيطة هاي الصغيرة. لم تستطع لأنها لا تستخدم تلك تقنيات الجي بي اس اللي تستطيع التشويش عليها تركيا. ففشلت فشل ذريع جدا تركيا من الناحية العسكرية بالفترة اللي فاتت بإيش؟ بتحييد الطيارات المسيرة الكردية اللي من نوعية بروسك. وما راح أقول شو هي التقنيات لأنه أساسا أنا تعرفوا أنتوا أنا دارس هندسة كمبيوتر، فأنا عرفان نوعية البرامج اللي بيستخدموها والأنظمة اللي بيستخدموها نوعا ما يعني. فما راح أتحدث عن هذا الموضوع، هذا نخليه إلهم، هم ما لنا شغل فيها نهائيا. طبعا أنا اليوم مثل ما قلت لكم ما كنت حابب إني أطلع أتحدث كتير، أنا قلت لكم الوضع شوي لسه صحيا مش زيادة. طبعا هلا بدي أطلع جيستات، وأتمنى الحديث يكون ضمن الكلام اللي حكيته أنا. طبعا أنا فاتح كمان من الساعة 9 مو من هلا يعني،
فأتمنى الحديث يكون من ضمن الأسئلة، بتكون من ضمن اللي تحدثنا فيه، وما يكون خارج عن اللي تحدثنا فيه. وخلال الأيام القليلة القادمة راح أتحدث عن خطاب القائد عبد الله أوجلان، وراح أتوقع شو هو الخطاب، وراح أفسر لكم تفسير الخطاب قبل ما يطلع، لنشوف هل لدي القدرة على فهم عقلية القائد عبد الله أوجلان ولا لا. في 8 الشهر في رسالة للقائد عبد الله أوجلان راح يبعتها. أنا بكرة أشوف، يا بكرة يا بعد بكرة، بكرة 6 7، لا لازم بكرة لأنه بده يطلع بعدين ما نلحق. بدنا نحكي عن خطابه وشو هو سبب هذا الخطاب وشرح للخطاب تبعه، وبدنا نشوف هل سأنجح بالتوقعات بالحديث، راح يكون نفس الكلام اللي راح يقوله أو مشابه، على الأقل المعنى مشابه له ولا لا. 8 الشهر شقد أي يوم هو بده يطلع كده، رسالته بدها تطلع 8 الشهر، أنا لازم أسبق 8 الشهر. السبت 8 الشهر معناته بكرة لازم نحكي. بكرة بدنا نحكي صدفة شو بده يحكي القائد عبد الله أوجلان، وبدنا نشوف صدفة هل راح يكون هذا التصريح مهم. شوفوا 300 واحد طار من البث، هدول جماعة الميت هدول بيجوا بيتسمعوا شو بدي أحكي، بياخذوا الحديث وبيهربوا. 300 واحد بس قلت بدي أخذ قصة، بدي أكمل حديث سياسي